لقد مات الإله ونحن من دفناه، القول للفيلسوف نيتشه. طبعا هنا ما يقصد الإله نفسه، وإنما يقصد التفكير الخرافي للإنسان، إنه العلم بدأ يقضي على هذا التفكير ويخليه يفكر بشكل منطقي وعلمي أكثر. يعني مثلا البشرية بالماضي كانوا يشوفون إنه الماء من ما ينزل عليهم الله ما راضى علينا، بينما من ينزل الله راضى علينا. مثلا بالثلاثينات أحد رجال الدين ألف كتاب بكيفية نزول الماء، قال إنه أكو ملائكة فوق الغيم صاعدين بعرباين، هاي العرباين تجرها الخيل، وبالعرباين مخلين خزانات كبيرة بيها ماي، فأثناء المشي تصير مطبات فيسقط الماي من الخزانات وتصير المطر. هذا التفكير تخيل. بينما العلم فسر هطول الأمطار من خلال دورة حياة المياه بالطبيعة، إنه أشعة الشمس تسقط على المياه، الماء يتبخر، يصعد للسماء على شكل غيوم